أفادت وسائل إعلام عالمية في العراق بعرض فيلم إباحي على إحدى شاشات الشوارع وسط العاصمة بغداد تمت قرصنتها الليلة الماضية. وذكر المصدر أن شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع في بغداد تعرضت للتهكير الليلة الماضية، وبث الهكر عليها فيلما إباحيا. وأضاف أن السلطات العراقية تدخلت في حالة إنذار وأطفأت الشاشة بعد دقائق من بث الفيلم. هاي وضعية هاي بربكم ها يلا.